مساء الخير، انا المرشده السياحيه ودي قناه هيستوري ستوري. اول مره تشوفنا متنساش تعمل لايك واشتراك وكومنت برايك، وتكتب لنا في الكومنتات ايه الافلام النادره اللي انت اول مره تسمع عنها او نفسك نتكلم عنها. والنهارده فيلمنا نادر جدا، ممكن يكون اغلبنا ما يعرفوش، بس لكن اول ما هتسمع اسمه هتفتكر حاجات كتير قوي. هو كشكش بيه صاحب السعادة. كشكش بيه تم عرضه المرة الأولى يوم 27 إبريل 1931. مدة عرضه 72 دقيقة، والفيلم كوميدي. هو من إخراج ستيفان روستي وتأليف بديع خيري ونجيب الريحاني. أما عن طاقم العمل: نجيب الريحاني، محمد كمال، ستيفان روستي، حسين رياض، جبران نعوم، عبد اللطيف جمجوم، حسن البارودي، سيد سليمان، وانصاف رشدي. وبتدور احداثه حول كشكش بيه، عمدة كفر البلاص، بيهوى تربية الخيول العربية، وبيجيله خبر ان في مسابقة كبيرة قوي للخيول، فبيقرر انه يشترك فيها. وجاره رافض الموضوع، انه مش عايزه يشترك، فبتدور الاحداث حوالين جاره وحوالينه. وفي الاخر بينتصر على جاره وبيقدم في المسابقة وبيكسب. ومعاكم سيداتي انساتي اللي كسب بالمسابقة الخيول العربية عمدة كفر البلاص صاحب السعادة كشكش بيه. وبينتهي احداث الفيلم على كده. بره الكواليس هقول لكم على شوية معلومات. تم اعادة عرض الفيلم مرة اخرى بعد ادخال شريط الصوت عليه سنة 34 تحت عنوان حوادث كشكش بيه. تم عرض الفيلم لمدة اسبوع كامل بدور العرض للسينما تحت عنوان صاحب العزة كشكش بيه. منعت لجنة مراقبة الأفلام السينمائية الفيلم من العرض لبعض الوقت لاعتباره ماسة بكرامة العمد في مصر، ثم أجازته وحذفت منه بعض المشاهد لتصريح بعرضه. يحتل فيلم صاحب السعادة كشكش بيه رقم 15 في تسلسل الأفلام المصرية الروائية الطويلة. والمعروف إن كشكش بيه ده كان من تأليف نجيب الريحاني، وهو كان عبارة عن مسرحية صغيرة جدا، كانت حوالي ربع ساعة، كانت بتتعمل في التياتروهات الصغيرة. لحد مع مرور الوقت بقت تجيب فلوس كتيرة جدا، وبقت مشهور بيها نجيب الريحاني، وبيكتبوا كشكش بيه كشكش بيه كشكش بيه. عمل مع مرور الوقت بقت مسرحيات كتيرة جدا بقى يقدمها نجيب الريحاني على المسرح بتاعه، واللي كان بيكتبها بديع خيري، واللي كان بيألف الأغاني سيد درويش، وكان بيلحنها هو وبديع خيري. فشكرا جدا لسماعكم الفيديو ده، ويا رب يكون عجبكم كشكش بيه. وما تنساش تعمل اشتراك ولايك للفيديو بقى، خليك جدع. شكرا جدا، مع السلامة.